ازيكم يا بنات؟ عاملين يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده زي ما شفتوا كده في العنوان مكياج كامل بمنتجات اقل من 50 جنيه. فلو حابين بقى تعرفوا احنا عملنا اللوك العظمه ده ازاي بمنتجات اقل من 50 جنيه يا ريت تكملوا معايا الفيديو للاخر. بس طبعا لو الفيديو عجبكم تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا كمان في القناه لو لسه ما اشتركتوش، ويلا بينا نبدا الفيديو. انا خلاص كده خلصت حواجبي زي ما انتم شايفين، واستخدمت لها الجل بتاع الحواجب ده بتاع مايت سينما. الجل ده انا بحبه جدا جدا، هو بيكون كده 3 درجات. انا كنت جايباه ب35، بس حتى لو غلي الفترة دي، يعني انا كنت جايباه تقريبا من 6 شهور حاجة كده، بس لو غلي مش هيعدي اعتقد ال50 جنيه. بصوا بيكونوا 3 درجات، انا بستخدم الدرجة دي بس مفيش مشكلة لو خلصت هستخدم دي او دي عادي، يعني الدرجات بتاعته قريبة. بصوا من بعض، يعني تقريبا الاتنين دول قريبين قوي من بعض. وده حلو جدا. كان بيجي معاه فرشة كده صغيرة اهي، بس الفرشه من هنا تخينه شويه، يعني مش بترسم الحاجب مظبوط شعره شعره، فبستخدم فرشه الحواجب بتاعتي. بالنسبه بقى لبريتي وومن وام ان برضو فيهم منتجات للحواجب وسعرها اقل من 50 جنيه. اشهرهم اللي هي الباودر بتاعت الحواجب بتاعت ام ان دي، يعني دي مش هتلاقوا ارخص منها، هتلاقوها تقريبا في حدود 30 35. هنيجي بعد كده للفاونديشن، لا للبرايمر الاول. البرايمر هستخدم البرايمر ده بتاع ام ان، اعتقد برضو ان هو ما زادش عن ال 50 جنيه، لان البرايمر ده كان سعره 20، فما اعتقدش ان هو هيكون غلي 30 جنيه يعني. بالنسبه للبرايمرات مايت سينما كلهم بالنسبه لي واحد، يعني احسن برايمر عندي هو البرايمر ده من مايت سينما وبريتي وومن. بريتي وومن البرايمرات بتاعتها عباره عن مرطب خفيف قوي قوي، لكن مايت سينما المرطبات بتاعتها تقيله شويه، او البرايمر بتاعتها عباره عن مرطب تقيل شويه، مناسب اكتر للبشرات العاديه والجافه، لكن مش مناسب خالص للبشرات الدهنيه. بس البرايمر ده بقى حلو لكل انواع البشره، بيقلل شويه شكل المسام، بينعم جدا البشره عشان لما تحط الفاونديشن يبقى شكله ناعم. فده بصراحه ارخصهم واحلاهم اهو شكله. بالنسبه للفاونديشن انا الكام فيديو اللي فاتوا كنت بستخدم معاكم الفاونديشن بتاع بريتي وومن وكلها سعرها اقل من 50 جنيه. يمكن الفاونديشن بتاعت مايت سينما دلوقتي سعرها زاد وممكن وصلت ل 60 و70 جنيه، بس انا لما كنت بجيبها ما كانتش بتعدي ال 40 جنيه حرفيا. بس انا عشان الفتره اللي فاتت استخدمت فاونديشن كتير من بريتي وومن، وزي ما قلت لكم سعرها اقل من 50 جنيه، فهستخدم معاكم النهارده الفاونديشن ده من مايت سينما. انا مجربتش بصراحه الفاونديشنات بتاعت ام ان، بس ان شاء الله يعني ناويه لما انزل مصر اجرب منهم كام فاونديشن كده، لان بقيت اشوف لهم دلوقتي فاونديشنات الاول ما كنتش بشوف، بقيت اشوف لهم دلوقتي مثلا على تونتون لما بينزل او اي صفحه بتنزل منتجات بتاع بريتي وومن وكده، بقوا ينزلوا فاونديشن لام ان. فان شاء الله لما انزل مصر هبقى اجيب ده. درجتي في الفاونديشن اللي هو كان اسمه الخوخه ده درجتي فيه 104. محتاج طبعا اقول لكم ان الفاونديشن بتاعت مايت سينما بتاكسد، وكمان مش مناسبة للاستخدام اليومي ومش مناسبة للبشرات الدهنية. الفاونديشن تقيل فبيبقى بس للمناسبات، او لو انت بتحبي طبعا استخدام يومي تحطي حاجة تقيلة براحتك، او ممكن تاخدي منه كمية قليلة. بالنسبة للكونسيلر، وهتلاقوا كونسيلر كتير اقل من ال50 جنيه، هتلاقوا كونسيلر في مايت سينما، هتلاقوا الكونسيلر بتاع ام ان حلو جدا، وفي كمان الكونسيلر بتاع بريتي وومن ده هتلاقوه في حدود ال25 30 جنيه. هستخدم الكونسيلر ده معاكم، ده درجته 06. بس كونسيلرات بريتي وومن التغطية بتاعتها اخف شوية من الكونسيلرات بتاعت مايت سينما، فانتي لو بتحبي كونسيلر تغطيته خفيفة هتجيبي من بريتي وومن، عايزة حاجة اعلى هتجيبي من مايت سينما. هسيب الكونسيلر ده ينشف شويه لان تغطيته خفيفه. فهنيجي دلوقتي للكونتور الكريمي، وانا هستخدم معاكم الباليت دي من مايت سينما. ليه بقى؟ احنا قلنا منتجاتنا النهارده اقل من 50 جنيه، بس الباليت دي بيكون فيها كونتور كريمي وكونتور باودر. دي الباليت دي طبعا اشهر من نار على العالم يعني، اوكي. فاحنا هنحسبها بالجزئين، يعني هنحسبها بمنتجين، يعني الجزء اللي فيها الكريمي
هنحسبه ب50 والجزء الباودر ب50، لان البالت دي لما جبتها كانت ب75، فاعتقد دلوقتي هتكون في حدود ال100 جنيه، بس ال100 جنيه فيها باودر وكريمي. اوكي، هستخدم الجزء الكريمي اللي فيها، وهاخد الدرجه دي استخدمها ككونتور كريمي للوش كله. هبتدي الاول ادمج الكونسيلر بالسبونج. بصوا اما سبته شويه التغطيه بتاعته عليت وبقت حلوه قوي. هنيجي دلوقتي للبلاشر كريمي عشان ادمجه مع الكونتور، وهستخدم البلاشر ده من مايت سينما. البلاشر ده سعره برضو اقل من 50 جنيه، سعره بالظبط دلوقتي 35 جنيه. دي درجته 207، وده بيجمنت جدا، يعني هتاخدوا منه نقطه صغننه. بصوا دي كتير قوي كمان، شايفين دي كتير قوي. وهحطه كده على طرف الكونتور عندي. تمام، بصوا ولسه فاضل قد ايه، عشان كده بقول لكم النقطه بتاعته كتيره قوي. في كمان بلاشر كريمي من بريتي وومن، بس هو نزل فتره وبعد كده ما بقاش موجود، فاللي متاح دلوقتي هو البلاشر ده بتاع مايت سينما. ونبتدي ندمج كده. هاخد بعد كده بقى السبونج ونبتدي نمشي على الوش كله عشان كله يدخل جوه بعضه. هثبت بقى الوش كله. هستخدم اللوز باودر دي وسعرها بالظبط كان 45 جنيه، دلوقتي هي اللوز باودر دي من MN. تمام، ودي اللي هي الدرجه البنانا الاصفر، دي درجتها 1. بتقعد معاكم حبه حلوين لان كميتها بصوا زي ما انتم شايفين كبيره، ودرجه البنانا بتاعتها حلوه قوي. هثبت الوش كله كده بالباف سبونج عندي. هشيل الزياده اللي موجوده كده ونبتدي بقى نثبت الوش. وبالفرشة وهبتدي بقى اشيل اي زيادة موجودة. هنيجي دلوقتي للكونتور الباودر ونفس الباليت بتاعت مايت سينما، وهستخدم كده الدرجتين دول. نبتدي بقى ندفي الوش شوية. بالنسبه بقى للبلاشر هتلاقوا بلاشرات كتير قوي في بريتي وومن، MN، مايت سينما. هتلاقوا البلاشر اللي بيكون جواه كذا واحده او البلاشر السنجل زي ما تحبوا. في بريتي وومن وMN اللي بيكون جواهم كذا واحده سواء 4 أو 6 هتلاقوا سعرهم اقل من 50 جنيه. بتاعه مايت سينما اللي هي المشهوره دي اللي جواها 6 درجات دي هتلاقوها في حدود 60 أو 70 جنيه. فانا هستخدم معاكم البلاشر ده من MN، ده سنجل، ده انا كنت لسه جايباه سعره 20 جنيه. بصوا درجته حلوه قوي، قريبه قوي من البلاشر اللي عندي بتاع سبال. الدرجه بتاعته لذيذه قوي، بس هخف كده شويه. الدرجه بتاعه البلاشر 12 تقريبا. بالنسبه للاي شادو بصراحه انا ما لقيتش باليت في حدود ال50 او اقل من 50، بس الباليت اللي انا كنت جايباها ب60 وانا عارفه انها سعرها غالي دلوقتي هي الباليت دي من بريتي وومن. اهو انا ماسكاها بالشقلوب. الباليت دي انا كنت جايباها ب60 جنيه من تونتون. حتى لما وريتها لكم في بنات قالت لي انها كانت جايباها ب150 وبنات قالت لي جايباها ب120، بس في كام بنت جابوها فعلا من تونتون ب60 جنيه. اوكي، بصوا دي الدرجات بتاعتها. بس في حاجه بقى انا حابه اقولها لكم عشان اريح ضميري. بالنسبه للباليت بتاع بريتي وومن سواء دي او دي اللي هما اخر باليتتين انا جبتهم من بريتي وومن، الباليتات حلوه جدا، البيجمنت بتاعهم حلو، الالوان الشمر اللي فيهم حلوه، ثباتهم حلوين جدا جدا. بس هما مشكلتهم ان الالوان
مش مناسبة للبنات اللي هي جايباها مثلا لفرح، جايباها لاستخدام يومي او استخدام شخصي. البلتات دي بالذات عايزه حد بيكون بيحب يلعب بالالوان، عايزه تتدربي، حابه تبقي ميك اب ارتست مثلا، حابه تتدربي في الوان، حابه بتحبي اللوكات اصلا الجريئه، لان بصوا الالوان بتاعتها تمام. انا كل مره لما باجي اعمل لوك وحابه اخد بالت من بريتي وومن، وخصوصا البالتتين دول، لما باجي ابقى اعمل لوك معاكم عادي، لوك مناسبه، لوك عادي ما فيهوش الوان مطرقعه او كده، كل ما افتحهم ايدي ما تجيش عليهم، الاقي مش هي الالوان اللي هتنفع تعمل لوك لمناسبه كويسه او حاجه كده، لا. لان بصوا الالوان، بصوا هنا في كام درجه اورنج بس، هم دول اللي يعني دول بس اللي هينفعوا للحياه العاديه بتاعتنا تمام. لكن ما اعتقدش ان في حد هيحط اخضرات او حاجه، غير لو انت بتلعبي بالالوان. انا ما عنديش مشكله في الباليتات دي، بس حبيت اقول لكم عشان انت لو بنوته بس هتجيبيها لاستخدام يومي او استخدام مناسبات، ما اعتقدش انها تبقى مناسبه. نفس الكلام على الباليت دي بتاع بريتي وومن. الالوان اللي هي الجليتر دي زي ما قلت لكم 100 مره ان هي ملهاش 30 اي لازمه، عباره عن فازلين. بالنسبه للالوان دي كلها الوان مطرقعه. بالنسبه للالوان دي هتقولوا لي ما هنا في بنيات واورنج والوان جولد والكلام ده كله تمام، فيها كل الالوان دي، بس ما فيهاش درجه بني غامقه بحيث ان انتوا تغمقوا اللوك معاكم، او ما فيهاش درجه اسود تمام. فبتحتاجوا ان انتوا تروحوا الباليت تانية تجيبوا منها درجات تانية. خلاص انا حبيت بس اريح ضميري واقول لكم الكلمتين دول. بس الباليتات نفسها البيجمنت بتاعتها تحفه 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 تحفه. انا هستخدم معاكم النهارده الباليت دي بتاع بريتي وومن اللي هي كان سعرها اصلا 60 جنيه. هي بيكون هنا كده فيها مرايه، ودي من غير مرايه او حاجه. اول حاجه هاخد فرشه دم كده كبيره، وهاخد اللون الاورنج ده، وهبتدي ادمج اللون على الجفن الثابت عندي، هستخدمه يعني كلون انتقالي. بصوا البيجمنت بتاعت الالوان، ومن نفس اللون هنزل بيه تحت العين كده. هاخد بعد كده فرشة تكون مبططة خالص، وهاخد اللون ده مش اسود، ده لون زيتي غامق، وهبتدي احطه على جفن العين المتحرك عندي. وبنفس اللون الانتقالي، وهبتدي ادمج الاطراف كده. هاخد بعد كده اللون الشمر ده، وهبتدي احطه على اللون الزيتي الغامق. هاخد سيكة كده حاجة بسيطة قوي من اللون البني ده، وهحطه كده في النص، بحيث ان هو ما يكونش فيه اورنج واخضر على طول، لا يبقى فيه ضي بني كده شوية. هنيجي بعد كده للكومباكت باودر عشان ننضف كده الوش شويه. هستخدم الكومباكت باودر دي من فيونيتشي، دي مش احسن كومباكت باودر تجيبوها، ولا اي كومباكت باودر اصلا من مايت سينما، بس دي تقريبا الكومباكت باودر المتاحه اللي سعرها 50 جنيه. تقدروا لو زودتوا شويه مثلا 50 تاني يبقوا 100 جنيه، تقدروا تجيبوا اللي هي الباودر بتاعت بريتي باي فولورمار، احلى منها مليون الف مره طبعا. فهستخدم كده الكومباكت باودر دي بتكون فيها كومباكت باودر وهايلايتر، بس انا مش هستخدم الهايلايتر. دي درجتها 101، وبفرشه كده، فرشه مثلثه كده او معرفش دي اسمها ايه، وهي دي اللي هنضف بيها الوش.
وعلى طول بالفرشة وابتدي اشيل اي زيادة من الكومباكت باودر. هاخد بعد كده الفيكس سبراي. عندنا اختيارين، فيكس سبراي ده بتاع مايت سينما وحلو جدا، ده سعره 50 جنيه. ولو عايز حاجة بقى قليلة كده وخطيرة، هو الفيكس سبراي ده من بريتي وومن، ده سعره 12 جنيه ونص. معلش على صباعي اللي فيه لون الاي شادو. الفيكس سبراي ده هو بس فرق حجم، اوكي، الكبير من ده ب30 وده سعره 50 جنيه. الاتنين بالنسبه لي واحد، يعني الاتنين بالنسبه لي حلوين، ما عنديش مشكله معاهم. فانا استخدمت معاكم ده كتير، فهستخدم بتاع مايت سينما. هرجه كده الاول ونهدي بقى شكل الباودر اللي حاصل ده. ركبت رموش وجيت، وانا الرموش اللي بستخدمها دي من شي ان. كل الرموش دلوقتي اللي بقت عندي جايباها من شي ان، وبصراحه بيبقى العلبه نفسها بيبقى فيها تقريبا 20 رمش وسعرها بيبقى رخيص قوي. واصلا الرمش نفسه بتاع شي ان بيبقى حلو جدا، تمام. والعلبه نفسها بيكون فيها 4 اشكال من الرموش، فبصراحه انا بحب رموش شي ان جدا، تمام. ده شكل الرمش اللي ركبته، قصير من قدام ومن ورا كده وطويل من النص. بصوا انا حددت شفايفي زي ما متعودين بالباودر بتاعت الحواجب بتاعت اسنس، تمام. بالنسبه للارواش بقى، في ارواش كتير اقل من 50 جنيه في بريتي وومن، في ام ان، في مايت سينما، كلهم. ما اعتقدش ان في روج لسه في حتى في مايت سينما المفروض اغلاهم، يعني في روج سعره زاد عن 50 جنيه. انا هستخدم معاكم الروج ده من مايت سينما، درجته 203. بصوا هي الدرجه مش غامقه قوي كده بتاعه الروج، بس عشان انا كنت حاطه بودر الحواجب فغمقت الدرجه زياده. لكن هي اصلا كده كده ارواج مايت سينما دي بتاكسد او لونها بيغمق اكتر، بس ما بتبقاش للدرجه دي بصراحه، تمام. عشان تبقوا بس واخدين بالكم، زي ما قلت لكم ده درجته 203. هنيجي بعد كده لاحلى هايلايتر ممكن تجربوه، هو الهايلايتر بتاع ام ان. انا بالنسبه لي احلى بكتير من هايلايتر مايت سينما وهايلايتر بريتي وومن، سواء ده او المربع، الاتنين لسه موجودين بيتباعوا. الهايلايتر ده درجتي فيه 2، ده تحفه تحفه بجد. والهايلايتر المربع برضو بتاع ام ان برضو خطير، حلو جدا. والاتنين سعرهم هتلاقيهم في حدود ال40 جنيه، مش هيوصلوا لل50 خالص يعني. بصوا بصوا الجمال بقى، بصوا. هنهدمجه دلوقتي بفرشة البلاشر عشان بس ايه يدخل جوه كده كله جوه بعضه. بصوا هاخد كده فرشة البلاشر، حطيتش فيها اي حاجة بس عشان ادمج شوية الهايلايتر معاه وتحت الحاجب. كده فيديو النهارده يكون خلص، وده كده الشكل النهائي للوك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه لو لسه مشتركتوش. اشوفكم فيديو جديد، باي.